السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم غادي تحتاجوه إن شاء الله الوليدات مقبلين على العطلة، وأنا كنصحكم أنكم تحضروا لهم هاد المافين أو هاد الكب كيك بهاد الطريقة اللي كتجي أكثر من رائعة على ضمانتي. غير جربوها وردوا عليا الخبر. طريقة شوية مختلفة ولكن تكنيك ناجحة من أول جربة. غنطلب منكم حاجة وحدة، خليكم في الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا الطريقة كيفاش هي دايرة، كيفاش مختلفة، تاخذوا أفكار، وفي نفس الوقت بغيت نحفزكم باش توجدوهم لان بصراحه راه كيجيو شهده من الداخل. خليكم مع الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا. ندوسوا على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها، غادي نحتاج 150 غرام من الشوكولاته السوداء. انا استعملت ديال 54%، تقدروا ديروا ديال 72، كيجي مهم اختلاف غير في اللون ديال الكب كيك او المافين ديالكم. غادي نديرهم في الزلافه، غادي نزيد عليها 100 غرام من الزبده، من الاحسن تكون من اصل حيواني، وكل شيء غنديروا في حمام مائي حتى يذوبوا. في واحد الزلافه واحده اخرى خديت 2 ديال البيضات، كنزيد عليهم 130 غرام ديال السكر سنيده، غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الفاني او لاساشي ديال الفاني، رشيشه ديال الملح كيف العاده، وغادي نحاول ما امكن انني نخلط هاد المكونات غير بالخلاط اليدوي، ولكن البنات نخدموهم مزيان حتى اللون ديالهم شويه بحال كيبيض كيف ما كتشاهدوا معايا. هنا غادي نزيد واحد الخليط ما بين الكريمه والحليب، نقدروا نستعملوا غير الحليب ماشي بالضروره تكون لا كريم، ما يعادل 200 غرام. انا درت 150 غرام ديال الحليب وزدت عليها 50 غرام ديال الكريمه. كيف ما قلت لكم ما تكلفوش على راسكم، ما تكثروش على راسكم لي زانغريديون، المهم قضيو باللي عندكم. انا كنعطيكم الحاجه وكنعطيكم باش تقدروا تعوضوها في نفس الوقت. زدنا على هذا الخليط 300 غرام ديال الدقيق الابيض اللي سبق لي غربلته من قبل، وزدت ساشي ديال الخميره الكيميائيه ديال 8 غرام. كنخدم هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، ما نخليش داك الحبيبات ديال الدقيق اولا ديال لا ليفور يبقاو باينين كيف ما تشاهدوا معايا حتى كترجع ليس. كنخليها على جنب وكنمشي للشوكولا ديالي مع الزبده. من بعد ما دابت هاد الشوكولا نخدمها مزيان ونبردها مزيان، ضروري ما نضيفهاش على الخليط ديالي وهي سخونه، ضروري حتى تبرد. هاد الستيل ديال المافين كيجي بحال الستيل ديال الفوندون اولا البراونيز حتى هما، ولكن راه صراحه هاد الطريقه كتجي رائعه بزاف. من بعد ما بردات الزبده ديالي والشوكولاته السوداء، غادي نزيدها على الخليط الاول ديال البيض مع السكر والحليب والدقيق ولا ليفور، وغادي نحرك بشويه غير من الاسفل للاعلى. لا تيكستور ديال هذا الخليط ديال المافين كتجي مختلفه تماما على الخليط ديال الكب كيك اللي عادي اللي حنا مولفين كنوجدوه. راه ما تفرقيش بينها وما بين شي موس شوكولا. شوفوا غير في التخلاط دابا كتبان لكم بحال كنصاوبوا شي موس وشوكولا، حتى النتيجه ديالهم من بعد الطهي غزاله بزاف. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديال المافين كتبقى على حسب المول اللي عندكم او على حسب الكويغطات اللي غادي تستعملوهم، لي كيسات اللي غتستعملوا. بغيتوهم يجوكم طوالين فكتاخذوا هذوك لي مول اللي تيكونوا شويه عاليين، باش غير واحد شويه صافي كيقفزوا من الفوق صافي وكيجيو طويولين لي كوب كيك ديالكم. بغيتوهم هكذا، مهم على حسب شنو متوفر عندكم. خديت هاد اللاطه ديال لي كوب كيك ديالي، درت فيها هاد الكويغطات اللي موجودين في محلات الخاصين بالحلويات، وكيف ما قلت لكم سيروا على حسب شنو عندكم. شوفوا معايا لا تكستور ديال لي كوب كيك ديالنا ولا المافين كتجي بحال شي موس شوكولا، يعني ما تفرقوش ما بينها وما بين لا موس وشوكولا. كنعمر لي كيسات ديالي اكثر من النصف، يعني كنطلع بهم حتى للفوق. هانتوما غتشوفوا في الاخر غادي نزيد شويه يعني النص نزيد عليه واحد شويه باش كيجيونا هكا طالعين ويجيونا مفكعين. الطريقه ديال التزيين انا غادي ندير هكا دي مورسو ديال الشوكولا اللي قطعتهم، وخا صراحه ما كفانيش هاد الشوكولا، يعني كل ما كثرتي الشوكولا من الفوق تيجيو غنيين وتيجيو زوينين، حتى المنظر ديالهم كيجي زوين. درنا شوكولا هكا اللي مقطع. انا كان ايفيتي لي بيبيت شوكولا، راه ما كيعجبونيش في لي كوب كيك تيجيو معربيين وسبحان الله كيدخلوا الفران كيتحرقوا، ما كيبقى عندهم حتى مذاق. وخديت لي نوازيت اولا كاوكاو اولا اللوز اللي عندكم البنات، ولا ما عندكمش كاع غير الشوكولا على حسب شنو عندكم. كندخلهم الفران سخون على درجه حراره 160 من الفوق ومن التحت. انا هنا استعملت المروحه، خليتهم 30 دقيقه ديال الطياب. بالنسبه لما تبقى لي من الخليط فانا درتهم في هاد لي كيسات بحال هكذا، وكيفاش جاو بحال لي شامبينيون كيحمقوا. وبطبيعه الحال ما هضرش لكم على الطراوه ديالهم من الداخل، هانتوما غتشوفوا معايا. جربوهم بعينيكم مغمضين، الوليدات مقبلين على العطله الويكاند هكا جاو غزالين بزاف، غادي يعجبوكم وغادي يعجبوا حتى وليداتكم. بهذا الشكل كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. غنعاود نفكركم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب قبل ما تغادروا الفيديو، كذلك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالنا ما تنساوش تنضموا ليها باش هكا ان شاء الله تكبر العائله ديالنا ونزيدوا بالقناه ديالنا القدام. الى فيديو اخر باذن الله، تهلاو ليا فراسكم بزاف. الى اللقاء.